بنت كل حلمها ان هي تلاقي عريس، وام كل املها ان هي تشوف بنتها عروسة. قصة الهام وامها بتبدأ بأمنية بسيطة لكنها بتتحول لكابوس لما تدخل حياتهم خدعة اكبر من قدرتهم على التخيل. في الحلقة دي هتعرفوا ازاي ممكن شخص يستغل اضعف نقطة في حياة اي حد عشان يرتكب ابشع جريمة، وصدقني النهاية هتصدمك لان هي ابشع من اي خيال ممكن تتخيله. خلينا نعرف بقى الراجل ده عمل ايه في الام وبنتها، وخلينا نكمل بعد الانترو. الراجل اللي قدامك ده قدر يخدع الام وبنتها ان هي معمول لهم سحر، ومش هيتفك غير لو كل واحدة فيهم دخلت على اوضتها ونامت على السرير وهو هيستناهم في الصالة لحد اما السحر يطلع. واللي عمله فيهم كان اغرب من الخيال. الهام 27 سنة من منطقة العوامية في الاقصر، بنت وحيدة وعايشة مع امها اللي اسمها عائشة 50 سنة وساكنين في شقة لوحدهم. بتبدأ القصة بعد وفاة الأب. الهام بعد ما خلصت تعليمها قررت إنها تشتغل، ولكن الأم رفضت لأن معاش جوزها كان مكفيهم وزيادة. وفعلا الهام قعدت في البيت فترة ولا كانت بتزور حد ولا بتطلع، يعني تقريبا محدش كان بيشوفها، ولكنها كانت بتتأثر قوي لما كل واحدة من أصحاب إلهام تعزمها. مرة واحدة تعزمها على خطوبتها والتانية على فرحها، وإلهام مفيش أي حد بيتقدم لها، والموضوع ده كان مأثر جدا عليها وعلى أمها. علشان كده الأم وافقت إن إلهام تنزل تشتغل علشان الناس يشوفوها وممكن تلاقي عريس كويس، خصوصا إن معظم قرايبهم محدش بيزورهم. وفعلا الأم وافقت إن إلهام تشتغل، ولكنها شرطت عليها شرط إن هي هتشتغل في مكان قريب من البيت علشان تكون الأم مطمنة عليها. وفعلا إلهام دورت على شغل لحد لما لقيت شغل في مكتبة مدرسية عند جارهم راجل ابن حلال اسمه الحاج علاء. وفعلا نزلت واشتغلت هناك في المكتبة دي، ويعدي سنة ورا التانية لحد لما إلهام وصلت لسن 27 سنة وبرضه مفيش ولا عرسان بيتقدموا لها، رغم ان إلهام بنت جميلة جدا ومؤدبة جدا وسيرتها هي وامها كويسين جدا في المنطقة. والام حزينة جدا على بنتها وكان نفسها تفرح بيها، لحد ما في يوم السباكة بتبوظ عند الست عائشة، فبتدور على سباك محترم وامين يجي يصلح لها المشكلة اللي عندها، لحد ما في واحدة جارتهم قالت لهم على اسم سباك اسمه ابراهيم. وفعلا الست عائشة اخذت رقمه واتصلت عليه، ووصل ابراهيم علشان يصلح السباكة. ولان الشغل كان محتاج وقت، فابراهيم زار الست عائشة والهام في البيت اكتر من مرة، وفي خلال تصليحه لشغل السباكة وفي خلال زياراته عرف ان الست عائشة عايشة مع بنتها الهام في الشقة لوحدهم ومحدش بيزورهم ولا حتى بيسأل عليهم. ووسط الكلام ابراهيم حس ان عائشة بتلمح ان بنتها ما فيش عرسان بيتقدموا لها، وهنا ابراهيم بقى اتصدم وقال لها ازاي ما فيش حد بيتقدم، ده حتى بنتها سنها مناسب وكمان جميلة جدا، فازاي لسه ما اتخطبتش؟ وسألها اذا كانت بنتها مثلا اتجوزت قبل كده وانفصلت، لانها جميلة جدا وخسارة ان هي ما تتجوزش لحد دلوقتي. فالست عائشة ندبت حظها هي وبنتها وقالت له ان مفيش عرسان اصلا بيتقدموا لإلهام بنتها. هنا بقى هو قال لها ان هو عايز يقول لها على حاجة مهمة جدا من اول ما دخل البيت، ولكنه كان متردد. فلما عائشة قالت له يتكلم، ابراهيم قال لها ان من وقت ما دخل البيت وشاف إلهام وهو حاسس انه هي معمول لها سحر او عمل، وهو ده اللي مبوظ حياتها بالشكل ده. وقال لها اصلا ان هو ظاهر على ملامح وشها وان كمان معمول لها سحر. وهنا الام قالت له ان بنتها فعلا بقالها فتره كبيره بتحس بتعب ما يعرفوش سببه ايه. فابراهيم قال لها ان هو شاطر قوي في الحاجات دي وبيفك الاسحار والاعمال، وانه ما بيشتغلش غير الحالات اللي محتاجه علاج، وان هو شغله كله بما يرضي الله وملهوش في شغل الاسحار والاعمال، شغله الفك والعلاج وبس، لانه قال بيستحرم يأذي الناس، علشان كده مش عايز يسيب شغلته الأساسية وهي السباكة لأن مكسبها حلال، وما بيشتغلش في الدجل رغم ان فلوسها كتيرة جدا، لأن هو مفروض ان هو راجل دين وتقي، وفي الأول وفي الآخر دي كلها حسنات جارية عليه. وهنا عائشة وإلهام صدقوا إبراهيم، والأم سألته لو عنده علاج يفك بيه السحر اللي معمول لإلهام بنتها، فإبراهيم قال له طبعا، وبدأ يقرأ على إلهام بعض التعاويذ اللي مش مفهومة، وكمان قرأ على الأم. إبراهيم قال بقى ان هما معمول لهم سحر سفلي ومش هيتفك الا بطلاسم معينه ومشروب يكون مقري عليه، وان هو مش عايز منهم فلوس ولا اي حاجه غير لما السحر يتفك والهام تتخطب وتتجوز. فالام والهام صدقوا ابراهيم لان هو بيتكلم بكل ثقه ومش عايز منهم فلوس ولا مقابل، فقالوا ان هما يجربوا ومش هيخسروا حاجه. المهم
ابراهيم قال لهم ان هما يدوله وقت علشان ايه يحضر الحاجات اللي هيستخدمها في فك العمل، بس اهم حاجه علشان السحر يتفك ان محدش فيهم يقول لاي حد من قرايب او حتى الصحاب عن اللي ابراهيم هيعمله معاهم، علشان لحد دلوقتي لسه ما قدرش يحدد مين اللي عمل لهم العمل، وعايز يخلي الهام ما تتجوزش، وعلشان اللي عمل العمل ما ياخدش باله واحتياطاته ويجدد السحر تاني. وقال لهم ان هو بعد يومين هيتصل عليهم. فالام والهام فرحوا جدا ان اخيرا السحر هينفك، وقالوا ان هم هيسمعوا كلام ابراهيم ومش هيقولوا لاي حد على اي حاجه، يمكن عقده الهام تتفك. وبعد يومين ابراهيم اتصل على الام وقال لها ان هو هيجي لها النهارده بالليل بعد الساعه 12 علشان محدش يشوفه وهو داخل عندهم ويعرف ان هو جاي يفك السحر، خصوصا ان التعاويذ والطلاسم دي لازم تكون بالليل علشان الجن ما بيخرجش الا بالليل. والام عائشه وافقت، ويوم الواقعه شهر سبتمبر 2019 ابراهيم راح لهم، والام والهام كانوا في الانتظار. الام وبنتها بقى قعدوا في الصاله، وابراهيم قرأ عليهم تعاويذ معينه، وبعدها طلع ازازتين ميه صغيرين وقال للام عائشه ان الميه دي مقري عليها، وان المفروض كل واحده فيهم تاخد ازازه ويشربوها، وان هم اكيد هيحسوا بمراره فيها، وده معناه ان السحر بيتفك. وبعد ما كل واحده فيهم تشرب الازازه بتاعتها هتدخل على اوضه نومها على طول وتنام على السرير، وان هي هتحس بتعب والم، وان ده عادي لان كده السحر بيخرج منهم، بس اهم حاجه ان هم يستحملوا التعب ده، وبعدها على طول لما يحسوا ان الالم راح يخرجوا من الاوضه علشان يطمن عليهم. فالهام وامها صدقوا ابراهيم، وكل واحده فيهم اخدت ازازه الميه بتاعتها وشربتها، وكل واحده فيهم دخلت على الاوضه بتاعتها وناموا على السرير. هنا بقى حسوا بألم وتعب كبير جدا، وكل واحده فيهم بدأت تتقوى وتصرخ من اللي هي حساه. وهنا بقى كانت الصدمه ان هما ما كانوش يعرفوا ان الميه اللي شربوها دي كان فيها سم، لان ابراهيم كان عايز يخلص عليهم وبعدها يسرقهم، وكده كده هما اصلا محدش بيسأل عليهم، وده اللي هيسهل عليه الجريمه. لكن ابراهيم لما سمع صوت صراخهم حس ان الجيران ممكن يسمعوا صوتهم، ووقتها خطته تتكشف ويروح في 60 داهيه. فالشيطان ده بقى قرر ان هو يخلص عليهم بنفسه، ودخل الاول على اوضه الهام، لقاها ماسكه بطنها وبتصرخ وبتستنجد بيه. فابراهيم شد المخده من تحت راسها وحطها على وشها، وفضل يضغط عليها جامد لحد ما يكتم انفاسها. ويا عيني الهام من كتر السم اللي هي كانت اصلا شارباه والتعب اللي هي فيه ما قدرتش انها تقاوم وماتت على طول. وبعدها ابراهيم رفع راسها وحط المخده تحتها وخرج من الاوضه ودخل الاوضه التانيه اللي فيها ام الهام، وعمل نفس اللي عمله في الهام، حط المخده على وشها وضغط عليها جامد جدا لحد لما عائشه فرقت الحياه وماتت. بعدها حط المخده تحت دماغها كانها نايمه بالظبط. وبعد ما خلص عليهم سرق الذهب اللي كان في البيت وسرق الذهب اللي كانوا لابسينه، وكمان الموبايلات الاتنين بتاع الهام وامها والفلوس اللي كانت موجوده في البيت، واخد ازايز السم ومشي من غير ما حد يشوفه. وبيعدي 3 ايام كاملين. هنا بقى الحاج علاء صاحب المكتبه كان كل يوم يتصل بالهام علشان يطمن عليها وان هي ليه مش بتيجي المكتبه، ففي كل مره كان يلاقي الموبايلات مقفوله، فحس ان في حاجه غريبه، لان مش من عاده الهام ان هي تغيب بالشكل ده بدون اعذار، ولما كانت بتغيب كان دايما تتصل عليه وتستأذن منه، علشان كده قرر ان هو يروح يطمن عليها بنفسه، وهو في الاساس جارهم ومن نفس المنطقه. وفعلا راح وخبط على الباب ولكن محدش رد، لكنه لاحظ ان هو واقف على الباب في ريحه وحشه جدا قريبه من الباب، والريحه دي كمان كانت نفاذه وخارجه من الشقه. فاتصل على ابن اخت الست عائشه وقال له ان عمته وبنتها مالهمش اي اخبار بقالهم 3 ايام، وكمان موبايلاتهم مقفوله وريحه الشقه غريبه. فابن اخت عائشه وصل وفعلا لقى ريحه وحشه جدا خارجه من الشقه، وكان عايز يكسر الباب ويدخل يطمن على عمته وبنتها، لكن الحاج علاء والجيران قالوا له انه افضل حل في الحالات اللي زي دي ان هم يتصلوا على البوليس، وفعلا اتصلوا على رجال الشرطه. فهنا بقى بيطلع تصريح من النيابه بكسر باب الشقه، وبتطلع قوه من رجال المباحث وبيكسروا باب الشقه، ومن المعاينه المبدئيه مفيش كسور في الابواب او الشبابيك. وجثه الهام وامها كل واحده فيهم كان في غرفتها بكامل ملابسهم، يعني مفيش اي اثار اعتداء عليهم، وكانوا نايمين وجسمهم بدأ في التحلل، ومفيش اي بعترة في المحتويات بتاعت الشقة او حتى مسروقات. فبيتم تحويل الجثث للمشرحة، وبالتشريح المبدئي لاحظوا ان في زرقان حوالين العينين وتغير في لون الجلد، فاستقر التقرير المبدئي على انها حالة تسمم. ففي نفس الوقت تحريات الشرطة كانت شغالة، وبسؤال الحاج علاء وابن اخت عائشة اكدوا ان الهام وبنتها كل واحدة فيهم كان معاها موبايل. وهنا بقى رجال الامن حسوا ان في شبهة جنائية، لان الموبايلات ما كانتش موجودة وقت جمع الادلة،
فبيطلع اذن من النيابه بتحويل الجثث للطب الشرعي. هنا بقى التقرير لما طلع اكد ان سبب وفاه الام وبنتها الخنق مش التسمم، يعني ما ماتوش من السم، ماتوا عن طريق الخنق. فالتحريات اثبتت ان الهام وامها سمعتهم كانت كويسه جدا ومحبوبين من الاهالي، وللاسف ما كانش فيه اي كاميرات مراقبه في المكان. فرجال الامن بيطلبوا سجل مكالمات الهام وامها علشان يعرفوا اخر مكالمات يمكن يوصلوا لحاجه. فلما طلبوا سجل المكالمات من شركه المحمول بيتضح ان الام ما كانتش بتتصل على حد في الفترة الأخيرة غير على بنتها وواحد اسمه الشيخ إبراهيم، وبالتحريات عن إبراهيم ده بيلاقوه سباك ومش موجود في محل سكنه. وبعد التحريات رجال الأمن بيعملوا له أكتر من كمين ولقيوه مستخبي في شقة، وكان باين إن هو بيحضر نفسه للسفر خارج مصر. فتم القبض على إبراهيم اللي طلع أصلا اسمه ميخائيل، وقال إن هو مغيرش اسمه، وده لأن أمه كانت نادرة إنها لما تخلف ولد هتسميه على اسم الدكتور اللي هيولدها. فوقت الولادة كان متفق مع دكتور معين أصلا، ووقتها كان مسافر، فولدها دكتور مسلم اسمه إبراهيم، فاهتدوا إن هم هيسموه ميخائيل علشان الديانة بتاعتهم. الأم بقى كانت كل فترة تنادي عليه بإبراهيم، ومن بعد ما سافروا الأقصر واشتغل هناك اتعرف أكتر باسم إبراهيم، وتم ضبط تليفون إلهام وأمها معاه. أما الذهب كان ميخائيل باعه واعترف على الواقعة بالكامل، وقال ان هو قرر يخلص على الهام وامها ويسرقهم بعد ما عرف ان هم عايشين لوحدهم ومحدش بيسأل عليهم، واستغل ان الام كانت عايزة تفرح ببنتها وتجوزها، ودخل لهم من مدخل السحر والاعمال. وبعد توجيه التهمة ليه في سنة 2021 قضت محكمة جنايات الأقصر على ميخائيل بالإعدام شنقا، وألزمته المصاريف الجنائية. للأسف يا عزيزي المشاهد إن الأم وإلهام كانوا ضحية الدجل والجهل بالدين، ودخلوا راجل غريب بيتهم وحكوا له عن أثرهم كأنه واحد منهم، واتجهوا للسحر والدجل ونسيوا إن العلاج الحقيقي بقراءة القرآن الكريم وأذكار الصباح والمساء. ففي نهاية الفيديو اوعوا تسيبوا جهل الدين يضحك عليكم، ولا تفتحوا بيتكم لغريب مهما كان شكله متدين. اللي بيرزق هو ربنا، واللي بيحفظ هو ربنا، والسحر مهما كان ايه مش هيبقى اقوى من لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فصلوا ارحامكم وخلي ما بينكم وبين اهاليكم ود. وبس يا صديقي، في نهايه القصه يا ريت لو انت اول مره تشوف القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبتك الحلقه تحط لايك الجميل بتاعك وتقول لي رايك في كومنت علشان ده بيدعمني جدا. يا ريت تقول لي مثلا انت بتسمعني منين، ولو عندك جريمه معينه عايزني اتكلم عنها قول لي على طول، وانا باذن الله هتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. ولو في حد منكم عنده موهبه في الكتابه وشايف نفسه ان هو يقدر يكتب حلقات زي اللي بنقدمها هنا دي، يا ريت يكلمني، وباذن الله الحلقات اللي هيكتبها هتتعرض على القناه. ويا ريت الشير، لان الشير ده والله بيدعمني جدا. فبس كان معاكم محمد عزت، اشوفكم القصه الجايه وتصبحوا على خير.